يجب أن يحذف. فتعديل الجزائر يطلب عدم التسجيل ورد هذا التسجيل، بينما نحن ندعم تسجيل هذا عنصر القفطان المغربي على القائمة التمثيلية. شكرا. أطرح سؤال: هل لك من تسحب هذا التعديل، نعم أم لا؟ وتعديل كلمة shared بكلمة spread، متشاطر بكلمة منتشر. الجزائر. شكرا سيدي الرئيس. ردة فعل على مداخلة الدولة المراقبة. أقول للأسف المسؤول عن هذا الوضع هو من كان وراء وسبب هذه المخالفات. نحن هنا لرفع هذه المخالفات، الإشارة إليها والمحاولة الوقاية منها لكي لا تتكرر مستقبلا. نحن حاضرون هنا كيف كان في هذه اللجنة، نعمل على الذوذ عن هذه الاتفاقية وضمان سلامتها، وكنا نود تسليط الضوء على هذه المخالفات لمنفعة اللجنة والأمانة. يسعدنا أن بعض الأعضاء يعتبرون أنه ربما بعض هذه الإجراءات يجب توضيحها لكي يتم معاملة الجميع في هذه اللجنة وهذه الاتفاقية على قدم المساواة. الآن السؤال سيد الرئيس المطروح لتتضح الصورة. المقترح الحالي هو أن مشروع القرار الأصلي المقترح من قبل الأمانة أن يبقى نفسه ما عدا تغيير في الفقرة الرابعة، فبدل أن نقول كلمة بارتاجي نقول كلمة ديسيميني. إذن بدل كلمة متشاطر نقول كلمة منتشر. إذن القرار يبقى نفسه القرار الأصلي مع هذا التعديل الطفيف. هل هذا هو مقترح فرنسا سيد الرئيس لتكون الأمور واضحة؟ فرنسا، سؤال مطروح عليكم: هل فهمنا بشكل جيد مقترحكم؟ نعم. إذن أن نعود إلى النص الأصلي المقترح من قبل الأمانة مع تغيير كلمة بارتاجي بكلمة ديفيوزي أو ديسيميني. هذا حل توافقي، حل وسط نقترحه، وإلا فربما يجب أن نعود إلى حلول أخرى. المهم نحن هذا هو الحل التوافقي الوسط الذي نقترحه. شكرا لفرنسا على هذا التوضيح. الجزائر، هل الأمور واضحة؟ حسنا. الآن سؤال: هل تقبلون بهذا المقترح؟ ونحن بانتظار إجابتكم. شكرا. سيد الرئيس، يسعدنا أننا سننضم إلى التوافق في الآراء إن كان هذا هو رأي اللجنة. لا أرى اعتراضا، وبالتالي نكون قد اعتمدنا هذا القرار برمته. لا أرى دولة عضو تطلب الكلمة أو تعترض، وبذلك نكون قد اعتمدنا القرار 20.7/33. تهانينا للمغرب. لك الكلمة ل5 دقائق. المغرب. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. الأصدقاء الأعزاء، أعضاء اللجنة، ممثلي الأمانة الأعزاء، إنه لمن دواعي سعادتي أن أعرب لكم باسم المملكة المغربية امتناننا العميق عقب تسجيل القفطان المغربي على قائمة التراث غير المدين للإنسانية. هذا الثوب التقليدي هو يجسد بشكل حميم هوية المغرب، ويجسد عبقرية وإلهام وإبداع الشعب المغربي العريق. هذه معارف تنقل
من جيل إلى جيل عبر القرون. هذا التسجيل لا يقوم سوى بإحقاق الحق، إذ يعترف بمعارف مختلف المناطق في المغرب. هذا العمل الذي يحمل إيمانا راسخا بضرورة الذود عن هذه الهوية العريقة التي ما فتئت تتعزز تحت المملكة المغربية. هذا إذن يدعونا للاعتراف بقوة وصمود المرأة المغربية، إذ نقلت معارف الأجداد عبر الأجيال. وهذا التسجيل يبين مدى الطابع الأصيل للقفطان وحماية الهوية الثقافية، لكي لا يكون أبدا عنصرا مجتث من عروقه وأصوله. القفطان المغربي تطور عبر العصور وتغير وسافر عبر الأسر الملكية في المغرب، وصمد بفضل قوته وإبداعه. لا يزال القفطان مصدر إلهام للمصممين المغاربة، مع الربط بين الأناقة والإبداع. كل غرزة، كل تطريزة لا تمثل ذاكرة لأمتنا. وهذا التسجيل هو اعتراف وتقدير لما قام به مختلف المجموعات المحلية في المغرب التي عملت على صون هذا التراث. الذود والصون هو مسؤولية تقع على عاتقنا باعتبارنا دولة طرف في هذه الاتفاقية، لكي نحمي هذا العنصر من الاستخدام السياسي أو التسويق الغير اللائق. إن تسجيل هذا العنصر بعد توصية إيجابية من قبل هيئة التقييم قد تم الطعن فيها، وهذا يدعونا للتفكير بشأن هذه الأساليب. ولا ينبغي أن يكون هذا العمل مصدر وسببا للتجاذبات السياسية أو يخلق شرخا بيننا. إننا بإدراج هذا القفطان فلا نسجل فحسب ملبس جميل، بل نسجل روح هذا الشعب وما أبدع. ليحيى القفطان المغربي وليحيى المغرب. هذا القفطان يجسد هذه الأناقة التي تمثل بلدنا. شكرا لليونسكو. شكرا للمغرب. لنبحث الآن المقترح الخاص ببولندا، وهو بوضع إنتاج السلال. شكرا. إن هذا التقليد لصنع السلال من الجذور، من القصب، من لحاء الأشجار